بتبدأ أحداث المسلسل بعد مشهد انفجار الجسر اللي ريك بيختفي فيه ومفترض إنه يكون مات، لكنه بيظهر من تاني ضمن فريق تابع لجيش الحماية المدنية المسؤول وفقط عن حماية مدينة اسمها الجمهورية المدنية مكونة من حوالي 200 ألف شخص. وسبب تضحية الفريق ده بنفسه بالشكل ده حاجة واحدة وبس كل الفريق بالكامل بيسعى لها، وهو إنه ياخد الجنسية ويبقى من مواطنين الجمهورية في حالة وبس إثبات كفاءة. وخلال مرة من المرات اللي فيها الفريق ده بيهجم على مجموعة من الزومبيز وبيخلصوا عليهم قبل اقترابهم من المقر، بنكتشف ان كل واحد منهم مربوط بواير متصل بحارس مسؤول عن كل واحد في الفريق علشان ما يهرب. الحاجة اللي خلت ريك كان مدمر نفسيا بعد محاولات كتير للهرب لكنها كلها فشلت في النهاية، خليته ياخد اصعب قرار في حياته، هو انه يقطع كف ايده بالبلطة اللي كان بيقتل الزومبيز بيه. وعلى الرغم انه كان متردد في البداية انه يعمل كده، الا انه ما كانش قدامه اي حل تاني، وبالفعل قطع كف ايده وفصل الواير وهرب بسرعة. طبعا الحارس بتاعه اول ما شافه بيهرب جري وراه، لكن الزومبيز هجموا عليه وقتلوه، وريك كان بينزف جامد فراح لواحد من الزومبيز دول بعد ما قتله وقوى مكان ايده جواه، ولسه بيحاول يستجمع قواه من تاني علشان يكمل هرب. كان الحرس وصلوا له وكهربوه قبضوا عليه بعد ما اغمى عليه طبعا. وكالعاده بتجيله الهلاوس اللي بتجيله كل يوم عن مراته ميشون وهو قاعد معاها، وكل مره بيقول لها انه بيحاول يوصل لها، وهي بتقول له انها واثقه فعلا انه هيوصل ومستحيل انه ييأس في يوم من الايام. وبعد ما بيفوق بيلاقي نفسه في اوضته من تاني، وطبعا كف ايده كان مقطوع، فبيبدأ يسترجع ذكرياته من بعد انفجار الجسر اللي كان مستحيل انه ينجو منه، لكنه مع ذلك نجا وصحى لقى نفسه في مستشفى عسكري تابع المدينة اسمها الجمهورية، بيحميها جيش يتبع قاعدة واحدة وبس، وهي الامن والسرية قبل اي شيء وكل شيء حتى قبل الاكل نفسه. اما المدينة نفسها فمخفية عن العالم بالكامل ومفيش اي حد يعرف مكانها، وبتحكم نفسها بنفسها بشكل كامل منفصل عن الجيش اللي ملتزم بالحدود وبس. وهي كمان عندها قانون داخلي، وهو انه اي حد بيتم انقاذه من خارج المدينه بيتم استعباده على حدود المدينه، بمعنى ان وظيفته تكون قتل الزومبيز، الزراعه والنظافه واي نوع ايا كان من انواع الخدمات. ومن بعد اللي حصل امبارح ده ريك كمل في شغله ولا كأن في اي حاجه حصلت، واوكيفور زي كل يوم بيحاول يقنعه بالانضمام لاداره علاقات العملاء، لكنه كالعاده بيرفض لانه مش عاوز يستمر في المكان ده ولا يستقر فيه زي ما الكل بيطمح هنا، بل عاوز يستغل اي فرصه للهرب علشان يرجع لمراته ميشون من تاني حتى لو كانت 8 روح. لكن اوكيفور رجاله من تاني وقال له انا ممكن اكون مش عارف سبب انك عاوز تهرب من المكان ده بالشكل ده، لكني عارف انك مستحيل تخرج منه الا في حاله واحده وبس، وهي انك تبقى واحد من الزومبيز اللي انت بتقتلهم بايدك دول. وعموما انا سبت لك يونيفورم في الاوضه بتاعتك، وافتكر ان اخر مره حاولت تهرب فيها كلفتك كف ايدك، والله اعلم المره الجايه ممكن تكلفك ايه. فخلص وراح قاعد في الاستراحه المعتاده بتاعته، وهناك بيقابل صديقه ستيبا اللي كانت قبل بالفعل واخد الجنسيه بعد خدمه 6 سنين، وهيمسك نائب مدير المياه في الجمهوريه. ولما عرف ان اوكيفور لسه بيحاول يجند ريك حتى بعد ما كف ايده اتقطع، استغرب سبب تمسكه الشديد بيه كده، فقال له يوافق وهو بالمره يحاول يلاقي طريق تاني يحقق من خلاله اللي هو عاوزه طالما الطريق ده مش نافع. فبالفعل وافق وانضم لاداره علاقات العملاء، وركبوا له كف جديد فيه سكينه بدل اللي اتقطع، وبتنضم ليه كمان ثورن اللي هي كمان كانت بتحاول انها تهرب قبل كده، لكنها اكتشفت من بدري ان الهروب من المكان ده يعتبر مستحيل. وبالليل بعد ما التدريب بيخلص اوكيفور بياخد ريك وثورن في مكان لوحدهم، وقال لهم طبعا انتم مستغربين انا ليه كنت مصر على ضمكم لاداره علاقات العملاء. واحد حاول يهرب اكتر من مره، واحده حاولت تقتلني شخصيا اكتر من مره، وبدل ما اتخلص منكم لا اصريت ان اضمكم لمكان مش اي حد ممكن يتقابل فيه بالسهوله دي. وده لان بكل بساطه مش عاوزكم تبقوا مجرد جنود زي ما انتم معتقدين، بل بالعكس عاوزكم تبقوا قاده وجزء من النظام الجديد. وبدا يشرح لهم ان اي حد بيدخل المكان ده بيتصنف يا اما من الفئه A يا اما من الفئه B. الفئه A بتبقى فئه القاده اللي اي حد بيتبعهم اللي كانوا في الازمنه السابقه بيتقال عليهم ثوريين. اما الفئه B فدي الفئه الخاضعه اللي عايزه تعيش بس اليوم بيومه، وبتتبع الاوامر لانها بكل بساطه خايفه على حياتها وهمها الوحيد وبس انها تفضل على قيد الحياه. وده على عكس الفئه A اللي ممكن تضحي بحياتها في سبيل وبس تحقيق هدفها. وللسبب ده فالاداره بتقتل كل من يتم تصنيفه من الفئه A علشان مفيش اي حد منهم يغير النظام اللي هم ماشيين عليه. وبالفعل ده كان هيبقى مصير ريك وثورن لولا ان اوكيفور اقنع الاداره بالعكس، وقدر ينجيهم من الموت علشان ينضموا له في خطته اللي كانت بكل بساطه عباره عن تغيير اداره علاقات العملاء بشكل جذري. ثورن طبعا كانت مقتنعه عادي بالفكره، لكن ريك ما كانش مقتنع، وكان مستغرب ايه اللي يخلي اوكيفور يكشف سره ليهم كده بكل سهوله، ولا كانهم فعلا هيوافقوا على مخططه ده. لكن اوكيفور كان واثق من جواه انه اختار صح وانهم هيوافقوا حتى لو بعد وقت، واداهم كتب عن الحرب البارده
أجهزة ومخططات وخرايط عن المكان كله يقروا فيها علشان يستعد، وأي معلومات تانية عايزين يعرفوها سواء عن مخططه أو مين تاني منضم ليه هيعرفوها واحدة واحدة كل حاجة في وقتها. وسبب إن ثورن وافقت بالسرعة دي هو إنها كانت شغالة في قوات شمال إفريقيا وبالتحديد في الغواصات، وكانت بتعشق البوكر جدا ومحترفة لدرجة إنها راحت بطولة العالم في لاس فيجاس خلال أجازتها. لكن طبعا الوباء كان انتشر وحصل اللي حصل من أكتر من 15 سنة، واللي أنقذها بعد فترة من الموت أوكيفور رغم محاولتها إنها تقتله وهي أصلا كانت شبه ميتة وقتها. وبالمناسبة هي كمان بتحاول تهرب لنفس السبب اللي ريك بيهرب علشانه، بس بعد اللي أوكيفور قاله وإنه أنقذ حياتهم فلازم يحافظوا عليها علشان على الأقل يقدروا يوصلوا فعلا للي بيحبوهم على قيد الحياة. وتاني يوم خلال فترة راحة ريك المعتادة بيجيله القائد الأعلى بيل بنفسه، وبنعرف من خلال كلامهم إن في مدينتين تانيين متحالفين معاهم وهما بورتلاند وأوهاما، اللي على عكسهم مش محافظين على سريتهم زي الجمهورية المدنية كده معاملة، وإن ده ممكن يؤدي في النهاية لسقوطهم زي سقوط مدن كتير عرفت العالم بوجودها فهلكت. وطبعا السرية دي ما تعلموهاش إلا بعد اللي حصل في أتلانتا من النبال، اللي كانوا عبارة عن وحوش أسوأ بمراحل من الزومبيز وأكتر ذكاء منهم كمان. وبفضل أوكيفور وقتها والتضحية اللي قدمها ما كانوش نجوا ولا اتعلموا الدرس. وهنا سأل ريك سؤال غريب وهو هل أوكيفور بيخطط لحاجة من ورا الإدارة ولا لا؟ ريك قال له لا فاطمن وقال له أوكي تمام، وعموما بكرة الأيام هتثبت إذا كان فعلا حقيقة ولا مجرد شكوك. وبالليل ريك بالفعل كان بدأ يدرس الخرايط اللي أوكيفور اداهاله، وراح تاني يوم للجمهورية وقابل ستيفن اللي بيعرف منه إنه فعلا وافق إنه ينضم لإدارة علاقات العملاء. والأب يطلع له خريطة وبيسأله عن النفق اللي تحت الفتحة دي بيوصل لفين، فرفض يقول له طبعا لأنه حاليا ماسك منصب في الجمهورية تقيل جدا، ولو ساعده في حاجة زي دي معناها إنه بينهي حياته بإيديه. فريك قال له إنه سواء بمساعدته أو لا هيكمل محاولة حتى لو كانت تمن حياته، لكن ستيفن أصر على الرفض وقال له أنت صاحبي وكل حاجة، لكني مستحيل أقول لك إنه بيوضل تقاطع على بعد ميل ناحية الشرق، ومستحيل كمان إن أقول لك إن الرقم السري للشبكة هناك 9934 لأني خايف على شغلي ومكانتي الحالية اللي من خلالها عارف إن مفيش هناك أي حراسة أو أي حد ممكن يتتبع. فبالفعل بالليل لبس الزي بتاعه جاهز شنطته وطلع في دورية الهليكوبتر المعتادة، وبمجرد ما بينزلوا لتمشيط محيط المدينة ريك بيهرب منهم من غير ما يحسوا بيه، وكان مجهز جثة زومبي وملبسها الزي بتاعه وقاطع ايديها وكمان حاطط معاها ميدالية الهوية بتاعته، ونزل من الفتحة وفتح قنبلة يدوية علشان يرميها على عربية الوقود دي، لكن فجأة بيجي زومبي تاني وبيمسك دراع فخلص عليه وعلى واحدة تانية كمان، ولسه هيخلص على التالتة لقاها بتصرخ وبتجري منه، فاكتشف انها مش زومبي وطلع يجري وراها علشان ما تموتش بعد ما رمى القنبلة في الفتحة علشان ما تنفجرش فيه، ودور عليها وهو بيقاتل في الزومبيز حواليه لكنه مش بيلاقيها، لحد ما فجأة بتظهر من وراه ثورن ومعاها البنت دي وقالت له يبلغ عنها في اللاسلكي حالا. فبلغ بالفعل وقالت له يجي، لكنه طبعا كان عاوز يكمل خطته ويهرب من المكان، لكنها قالت له انه اوكيفور عارف عنه كل حاجة ولو حاول انه يهرب هيعرف يوصل له هو وميشون، فاستغرب هي عرفت اسمها منين علشان كده ما كملش الخطة ورجع تاني، وراح على اوكيفور في الأوضة بتاعته وهو نايم وفتح عليه السكينة وسأله انت تعرف عني ايه بالضبط؟ قال له عارف كل حاجة عنك بداية من الرسالة اللي كنت سايبها لميشون وقت ما اتقبض عليه لحد صورهم اللي انت رسمها على الموبايلات اللي معاك ليها هي وجودس بنتك، وطبعا بما ان اسم ميشون ده اسم مميز جدا فسهل الوصول له بسرعة، وخصوصا بقى لو دورنا في محيط المكان اللي احنا لقيناك فيه عند الجسر، فنزل ضرب فيه وخصوصا بعد ما قال له انه لو حاول يهرب هيخرج وراه علشان يقتله هو وميشون واي حد تاني معاهم، لان الهدف دلوقتي مش انقاذ واحد ولا اتنين، ده انقاذ العالم كله وهو اللي اختار ده بنفس. ريك قال له انه ما اختارش ولا هيختار في حياته الا مراته وبنته وبس، وانه مجبر هنا وما عندوش حرية الاختيار زي اوكيفور كده اللي ممكن يعمل اللي هو عاوزه في اي وقت، مش مجبر على حاجة لان ما عندوش اي حد تاني يختار. فتعصب وهجم على ريك واتغلب عليه بكل سهولة وكتفه على الارض، وقال له انه فجر اتلانتا ولوس انجلوس وكان في طريقه علشان يعمل نفس الكلام في فيلادلفيا بامر من القائد بيل، وكان في جندية اسمها ستير رفضت تدخل وتصفي باقي العناصر، وقتها كان هو قائد السلاح الجوي، ومع انه كان عنده القوة والاختيار وقتها الا انه فجر المكان بالكامل وقتل ستيل ومعاها 4000 جندي تاني. ستيل اللي في الحياة تبقى مراته وال 4000 دول يبقوا اصحابه واصدقائه وزمايله، لكنه قتلهم علشان ينقذ ال 200,000 الباقيين ويكمل مخططه في انقاذ العالم بالكامل. فريك فلت منه بسرعة علشان يهرب، لكن اوكيفور طلع سلاحه وثبته مكانه، وريك كان منتظر انه يقتله لكنه قال له انا ما عملتش كل ده علشان اقتلك في النهاية. بالنسبة لميشون وجودس فهم موجودين على قيد الحياة في مكان ما دلوقتي، وكل اللي بنعمله ده علشان ننقذ العالم بالكامل واي حد على قيد
قيد الحياة مش مجرد المصنفين من الفئة بي وبس. واوعى تنسى انك انت اللي اخترت الاختيار ده من البداية، حتى لو من جواك حاسس ان ده مش اختيارك، لكنه في الحياة اختيارك اللي مفيش قدامك اي اختيار تاني غير. ومن بكرة هتبدأ المرحلة الاولى من الخطة، وهي نقله هو وثورن لكلية كاسكيدز اللي وظيفتهم هناك تحويلها لقاعدة عمليات خلال سنة، وكبار القادة بنفسهم هيفتتحوها بعد سنة ويعينوهم هما الاتنين قادة ليه، وبالتالي دي هتكون نقطة بدايتهم للوصول للقيادة واعلى مستويات السلطة وتغيير كل القوانين العقيمة اللي موجودة دلوقتي. وبعد ما روح لقى ثورن جاي جري عليه وبتقول له يفتح التلفزيون بسرعة، وبنلاقي ان اخبار الجمهورية اعلنت عن سقوط مدينة اوهاما ومعاها 90,000 مدني كان على قيد الحياة. وطبعا مش معروف مين اللي ممكن يكون عمل كده، لكن ثورن واثقة انهم بشر مش زومبيز، وان اوكيفر عنده حق، وان سرية المكان ده هي اللي محافظة على حياتهم لحد دلوقتي. ولو بورتلاند ما عملتش زيهم وبطلت تعلن عن وجودها لاي حد ايا كان، هيحصل لهم زي ما حصل لامها بالضبط، بل ممكن واكتر كمان. وبدات تحكي له قصه البنت اللي انقذها، وان الاتنين اللي قتلهم دول يبقوا ابوها وامها، اللي كانوا في البدايه عايشين في متحف مع مجموعه كده بيزرعوا وبياكلوا وبيستقبلوا ناس اي حد عادي من بره، لحد ما في مره بيستقبلوا واحد مصاب خلص عليهم كلهم، وهي الوحيده اللي نجت بعد ما استخبت جوه تمثال فيه اشواك من بره، الاشواك اللي الزومبيز قطعوا نفسهم عليها من بره وهم بيحاولوا يوصلوا لها جواه. وانها عارفه دلوقتي انه شاف انها ما ساعدتوش لما حاول انه يهرب ومنعته، لكنه قدامها يعرف انها قدمت له اكبر خدمه، وهي انها خليته يفضل في المكان الامان والصح، المكان اللي فيه على الاقل واحد وبس بيفكر انه ينقذ العالم. وطبعا تقصد بكلامها اوكيفر اللي بالنسبه لها خطته تعتبر من افضل الخطط لانقاذ العالم بشكل فعلي. وبعد ما خرجت وسابته قرر انه من اليأس، لكنه رجع تاني في قراره وكتب لميشون اخر رسالة من ضمن رسائل كتير كان بيكتبها لها هو عارف انها مش هتقراها، رسالة قال لها فيها انه قرر انه فعلا يبقى واحد منهم ويبقى قائد للقاعدة الجديدة على الحدود خلال سنة، ويبدأ يساعد اوكيفر في تنفيذ خطته وانقاذ العالم، رغم انه مقتنع من جواه انه عمره ما هيعرف يعمل ده. ورمى كل الرسائل والموبايلات اللي عليها صورهم في النار، بعد ما ترجاها في اخر رسالة انها تعرف انه حاول بكل ما اوتي من قوة انه يوصل لها، لكنه للأسف فشل. وبعد مرور سنة كاملة كان ريك وافق بالفعل عن اقتناع تام بالانضمام لأوكيفر وتنفيذ خطته اللي كانت بكل بساطة انقاذ العالم بالكامل، مش هو بس التوابع اللي بيتبعوا القادة بشكل اعمى بدون تفكير. لحد دلوقتي هو مش عارف ده هيحصل امتى ولا هيحصل ازاي، لكنه متأكد انه هيحصل وقريب جدا كمان. وفي اللحظة دي بتيجي قذيفة في اوكيفر وهو قاعد جنب ريك وبتفجره مكانه، وقنابل تانية على الهليكوبتر من بره فوقعت، وريك بيحاول انه يبعت اشارات استغاث. وبسرعه عدى امر للفريق اللي معاه انه يستعد للقتال، وبالفعل خرجوا واستعدوا، لكنهم مش بيلحقوا حتى انهم يتحركوا من مكانهم. بتيجي قذيفه تانية بتخلص عليهم كلهم، وبيظهر واحد من وراهم معاه سيف ويذبحهم كلهم واحد ورا التاني، وريك بيزحف على الارض علشان يهرب منه، لكنه بالفعل بيوصل له وبيقلعوا الخوذه ولسه هيذبحوا بيتصدم وبيرجع لورا. وده لان الشخص ده يبقى ميشون نفسها اللي ما كانتش مصدقه عينيها، ولا ريك هو كمان مصدق عينيه. ولحد هنا بتخلص الحلقه الاولى، فلايك واشتراك وفعل الجرس علشان توصلك باقي الحلقات بمجرد نزولها.